أعلى وأقل سعر للدولار أمام الجنيه المصري النهاردة الجمعة 23 يناير 2026. النهاردة الجمعة وسعر الدولار قدام الجنيه في البنوك عامل حالة هدوء واستقرار ملحوظ من غير طفرات جديدة، بس برضو على مستويات مرتفعة حوالين 47 جنيه وما فوق. البداية من البنك المركزي المصري اللي بيعلن متوسط رسمي لسعر الصرف، واللي على أساسه بتتحرك باقي البنوك في المتوسط. المتوسط بتاع البنك المركزي 47 جنيه و9 قروش للشراء و47 جنيه 19 قرش للبيع. البنوك بتلعب في إطار قروش فوق أو تحت الرقم ده حسب سياستها واحتياجها للعملة الصعبة. لو دورنا على أقل سعر للدولار هتلاقي بنوك زي الإمارات دبي الوطني وبنك كريدي أجريكول قريبة من القاع بسعر 47 جنيه للشراء و47 جنيه و10 قروش للبيع، وقرابة 47 جنيه وقرش للشراء و47 جنيه و11 قرش للبيع في بنوك تانية. وده بيخلي البنكين دول اختيار كويس للي عايز يبيع دولار للبنك بأقل خسارة ممكنة في سعر البيع للمستهلك. في الوسط في شريحة كبيرة من البنوك العامة والخاصة زي البنك الأهلي وبنك مصر والسي اي بي وبنك اسكندرية وكيو ان بي وبنك التعمير والإسكان والعرب الأفريقي وغيره. بيدور السعر فيهم حوالي 47 جنيه و10 قروش للشراء و47 جنيه و20 قرش للبيع. ودي الأسعار اللي أغلب الناس بتتعامل معاها في حياتها اليومية لما تروح تغير عملة أو تسحب بالدولار. أما أعلى سعر للدولار فموجود في البنك المصري لتنمية الصادرات اللي مسجل النهارده 47 جنيه 37 قرش للشراء و47 جنيه 47 قرش للبيع. ومعاه كمان بنك نكس بفارق بسيط حوالي 47 35 للشراء و47 45 للبيع. ودي بنوك بتقدم سعر اعلى شويه فبتكون جذابه للي ناوي يشتري دولار من البنك او محتاج يغطي التزامات خارجيه. الخلاصة احنا قدام سوق رسمي هادي في الحركة، لكن الفروق البسيطة بين بنك والتاني ممكن تفرق معاك لو المبلغ كبير. قبل ما تبيع أو تشتري شيك على أكتر من بنك وشوف أعلى سعر وحدد الأنسب لمصلحتك، خصوصا في وقت بقى فيه سعر الدولار رقم حساس وبيأثر على كل حاجة من أول الأسعار في السوبر ماركت لحد تكلفة السفر بره.